السلام عليكم. انت كأهلاوي سألت نفسك ماذا بعد إقالة المدير الفني الحالي للنادي الأهلي ياسر روب ومفاجأة المدير الفني الجديد؟ في البداية طبعا أهلا بكم في قناة تحليلاتكم. اللايك الجميل يا جماعة والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. طبعا يا جماعة المدير الفني الحالي للنادي الأهلي ياسر روب الدنماركي، طبعا صاحب 55 سنة مع النادي الأهلي، خلاص شاء من شاء وأبى من أبى هيتم إقالة المدير الفني. حد يقول لي طب يا عمي حتى لو خد دوري الأبطال أو خد الدوري المصري، أقول لك لو خد دوري الأبطال وخد الدوري المصري وخد الدورة الرمضانية اللي لسه تتلعب، ياسر روب مش مكمل مع النادي الأهلي، وآخره بالكتير نهاية الموسم الحالي، ويتم الإعلان طبعا عن إقالته وعودة المدير الفني. سبق ليه ان هو درب النادي الاهلي وعمل معاه انجازات وبطولات. واحد يقول لي طب مين اللي عمل مع النادي الاهلي انجازات وبطولات غير مثلا مارسيل كولر الاخير، واللي قبله طبعا الفتره الاولانيه اللي عملت انجازات اللي هو بيتسو موسيماني؟ اقول لك الله اعلم، بس دي مفاجأة وحاسبني عليها مع نهاية الموسم ان ياسر روب سيتم اقالته. واحد يقول لي انت كاتب في العنوان ماذا بعد اقالة ياسر روب؟ اقول لك الاقالة في الوقت الحالي هتكون صعبة جدا، خاصة انك انت قدامك مباريات مهمة جدا ومفصلية في دوري ابطال افريقيا في ربع النهائي مع الترجي التونسي. فمن المستحيل او شبه المستحيل طبعا ان ادارة النادي الاهلي تفكر بالعقلية دي وتستغنى عن المدير الفني ويتم اقالته في هذه المرحلة. غير كده كمان ان مفيش البديل حاليا جاهز. تخيل لو عماد النحاس موجود في الدوري المصري، اقول لك ممكن عادي بسهولة يمشوه، وعماد النحاس حافظ النادي الاهلي والدنيا تمام، وراجل في الادارة وفي التدريب يعني كمدير فني مؤقت اثبت جدارته مع النادي الاهلي. بالعكس النادي الاهلي كان ظهر بمستويات اعلى من المستويات اللي ظهر بيها طبعا مع ياسر روب. خلينا اقول لكم ان ياسر روب مش مدير فني فاشل لهذه الدرجه، ولكن يعني ما كنا مستنيين منه اداء اعلى من كده مع النادي الاهلي، ولكن هو تقدر تقول عليه مثلا متواضع، مدير فني متواضع او متوسط، لكن ما يرقاش ان هو مثلا مدير فني واو اللي انت كنت مستنيه مثلا من مدير فني اجنبي. ولكن عماد النحاس يا جماعة، عماد النحاس دلوقتي عامل مستويات يعني بسم الله ما شاء الله. في الدوري العراقي كان ماسك تقريبا فريق اسمه فريق الزوراء العراقي، كان في المركز 16 مركز 15 او المركز 17، دلوقتي بينافس معاهم على بطولة الدوري. فبسم الله ما شاء الله على الاداء. انا من اكتر الناس المعجبين واللي كنت مؤيد ان عماد النحاس يكمل مسيرته سواء بعد مارسيل كولر في الفترة المؤقتة او حتى الموسم اللي فات لما حسم طبعا بطولة الدوري في اخر 7 جولات. ولكن قدر الله وما شاء فعل وجابوا لنا ياسر روب يا جماعة، خدوها مني وحاسبونا عليها اخر الموسم. ياسر روب سيتم اقالته بعد نهاية الموسم سواء حقق دوري الأبطال أو حقق الدوري، لكن لو حقق البطولة دي أو البطولة من البطولتين أو البطولتين معا هيكون حققهم مثلا بأداء لعيبة ككواليتي لعيبة وبمجلس إدارة مثلا واعي وسيستم للنادي الأهلي. زي ما احنا عارفين النادي الأهلي سيستمه بينجح أي واحد حتى لو كان اللي هو مثلا مش المدرب الواو أو المدرب العظمة، لو كان مدرب متواضع أو نص. السيستم في النادي الأهلي والإدارة وكواليتي اللعيبة طبعا هتخليه ممكن يحقق بطولة حتى من لا شيء لو المدرب ذات نفسه فاشل. ولكن زي ما قلت لكم الخبر اكيد من مصادر اهلاوية طبعا ان ياسر روب هيتم اقالته، ولكن مش في الوقت الحالي مع نهاية الموسم الحالي. هو طبعا كان جاي النادي الاهلي من الدوري الدنماركي وكان ماضي مع النادي الاهلي لمدة موسمين، كفاية عليه موسم ومع السلامة يا عم ياس. ومفاجأة المدير الفني الجديد زي ما احنا قلنا مدير فني سبق ليه تدريب النادي الاهلي وسبق ليه ان هو عمل انجازات وحقق بطولات مع النادي الاهلي. اسيب لكم انتوا في الكومنتات طبعا تتوقعوا من هو، ولكن لو قلت لكم مش هتبقى مفاجأة. ولكن زي ما قلنا بيتسو موسيماني مارسيل كولر هم اللي دربوا النادي الاهلي يا جماعة، وهو عماد النحاس في الفترة الاخيرة وعملوا معاهم بطولات. وان كان عماد النحاس طبعا ما عملش غير بطولة الدوري وكان ماشي كويس، ولكن مشي وجابوا ياسر روب. ده يا جماعة باختصار كل ما يخص خبر إقالة ياسر روب المدير الفني للنادي الأهلي ومفاجأة المدير الفني الجديد أو المدير الفني القادم للنادي الأهلي القلعة الحمراء. في النهاية
ما تنسوش الاشتراك في القناة، فعلوا إشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم من قناة تحليلاتكم، سلام عليكم.